بتشوف صور بالذكاء الاصطناعي كتيرة بتبهرك وبتبقى عايز تنفذ زيها ومش عارف تكتب وصف مناسب علشان تقدر تنفذ صور بنفس الستايل ونفس التكنيك. مش عارف ازاي. واحنا موجودين تابع معنا الشرح. هعلمك في الفيديو ده ازاي تجيب وصف اي صورة معمولة بالذكاء الاصطناعي بضغطة زر. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم طارق جاد. وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو، النهاردة هعلمك ازاي تجيب وصف اي صورة تعجبك بالذكاء الاصطناعي علشان تقدر تنفذ استايلات شبه اللي انت شفتها دي، وكمان يبقى عندك خيارات اكتر وتقدر تعدل في الوصف بحيث انك تطلع حاجات مختلفة. ركز معايا في الشرح. هندخل دلوقتي على جهاز الكمبيوتر. اولا معانا صورتين هنستخدمهم كمثال في شرح النهارده، هما صورتين تم انشائهم بالذكاء الاصطناعي، واحنا هنحاول نستخرج الوصف اللي تم انشاء الصور دي بيه علشان نقدر نعمل تصميمات مشابهة لنفس الصور دي. هنبدأ دلوقتي في الشرح. هندخل على رابط التدوينة اللي هسيبه لك اسفل الفيديو في الوصف، هيدخلك على التدوينة الخاصة بموضوعنا النهارده، وهتنزل لاخر التدوينه هتلاقي عندك روابط المواقع اللي احنا هنشرحها النهارده. اول موقع معانا هو موقع اوبن ارت. هنضغط كده على كلمه تحميل علشان يبدا يحمل معانا الموقع. هيفتح معانا بالشكل ده. هتلاقي عندك كده تسجيل دخول. اول حاجه هتسجل دخول بطريقه مباشره باستخدام حساب جوجل الخاص بيك، دي اسرع طريقه ممكن تسجل بيها، او باستخدام حساب الديسكورد. هيفتح معاك الواجهه بالشكل ده بعد تسجيل الدخول، ومن ضمنهم اللي هي اضافه او استخراج الوصف او البرومت بتاع الصوره. نضغط كده عليها بالشكل ده هيفتح لنا الواجهه دي. كل اللي عليك هتضغط على المربع ده كده علشان يبدا يوجهك للجهاز الخاص بيك علشان تقدر تختار الصوره اللي انت محتاج تستخرج الوصف الخاص بيها. مثلا هنبدا كده بالصوره الاولى كده بالشكل ده، وهننتظر لحد ما يستخرج لنا الوصف بتاع الصوره دي. وزي ما حضرتك كده شايف هو استخرج الوصف بالشكل ده. هنبدأ ناخد الوصف ده كوبي علشان بس نتأكد هل الوصف ده نفس الوصف اللي تم إنتاج الصورة بيه. هندخل دلوقتي على أقوى مواقع تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي واللي اسمه بينج. متصفح بينج ده المقدم من عملاق الشركات شركة مايكروسوفت. هيفتح معانا الواجهة بالشكل ده، وهو تم تغيير الاسم بقى اسمه كوبايلوت، لكن هو اول ما بدأ كان اسمه بينج. ما علينا من الكلام ده كله. هندخل دلوقتي على الشات وهنبدأ هنكتب قم بتصميم صورة بالوصف التالي، وهنفتح قوسين كده وهنحط الوصف اللي احنا اخدناه، وهنبدأ نضغط كده ارسال، وهننتظر لحد ما يرد علينا. وزي ما انت شايف كده معايا هيبدأ ينتج لنا صور فعلا بنفس الوصف بتاع الصورة اللي احنا استخرجنا الوصف الخاص بيها. لكن هنا الصور صور واقعية، والصورة اللي احنا اديناها له صورة كرتونية او انيميشن او 3D اكتر. فزي ما انت شايف لسه الاداة دي في اولها، لكن فعليا يعني هو قدر يجيب الوصف المناسب او الاقرب للصورة اللي معانا. هنرجع كده للتدوينة بتاعتنا وهنبدأ ندخل على الموقع التاني. هتفتح معانا برضو الواجهة بالشكل ده. هتعمل تسجيل دخول باستخدام حساب جوجل الخاص بيك، وهتبدأ تضغط على نيو بروجكت. هيفتح معاك الواجهة بالشكل ده. هتضغط اوكي بس مش مشكلة الرسالة دي. هتضغط هنا امبورت ايمج، وهتبدأ تختار الصورة اللي انت محتاج تستخرج الوصف بتاعها. هنختار مثلا الصورة دي. بعد ما اخترنا الصورة اهي بالشكل ده ظهرت معانا، هنضغط دلوقتي على ايمج تو ايمج، نضغط عليها بالشكل ده. هيفتح معانا الواجهة بالشكل ده. هتلاقي عندك اختيار كده صغير خالص اسمها اوتو برومت، وجنبها كده يعني زي ايقونة لمبة كده مشعة. هنضغط كده عليها
هيبدأ يحمل معانا بالشكل ده، وفي خلال ثواني معدودة بيبدأ يجيب لنا الوصف الخاص بالصورة اللي معانا دي. هناخده كده كوبي وهنرجع تاني لبرنامج بينج علشان نبدأ نشوف الموضوع ده هيتم ازاي. هنكتب برضو بنفس الكلام قم بتصميم صورة بالوصف التالي، وبين قوسين هنحط الوصف اللي احنا محتاجينه وهنضغط انتر. زي ما انتوا شايفين كده جاب لي النتائج يعني حرفيا قريبة جدا من الصورة اللي احنا ادخلناها واستخرجنا الوصف الخاص بيها في الموقع التاني. الموقع التاني حرفيا الذكاء الاصطناعي فيه تقريبا اقوى من الموقع الاول اللي لسه الميزة دي متضافة فيه جديد. شايفين قوة الصور وجمالها؟ وبكده تقدر ان انت ممكن تعدل على الوصف ده بحيث ان انت تغير في النتائج، وممكن تغير مثلا الكائن ذات نفسه. يعني انت الوصف ده بيديك الستايل الكامل للصورة، انت بس عايز تغير الشخصيات اللي جوه الصورة بس هتدور على الشخصية المكتوبة جوه الوصف وهتغيرها بالشخصية اللي انت حابب تحطها في الصورة، وبكده تكون انت وصلت للوصف الكامل. وعلشان نتأكد برضو ان الموقع التاني اقوى من الاول ولا لا، هندخل دلوقتي كده وهنحط الصورة الاولى وهننتظر لحد ما تظهر معانا ظهرت بالشكل ده. هنضغط برضو بنفس الطريقة على ايمج تو ايمج، وبعد كده هنضغط على اوتو برومت. هيبدأ يستخرج لنا وصف الصورة الكامل، وبعد كده بالشكل ده هنضغط كده كنترول A وناخده كنترول C وهنرجع كده على بينج وهنبدأ نحطه هنا كده. وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده يكون موقع ستايلر AI حسم النتيجة لصالحه، ان هو جاب لنا وصف كرتوني زي ما الصورة كرتونية، فهو جاب لنا وصف كرتوني للصورة اللي احنا استخرجنا الوصف بتاعها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وده كان شرح النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديدنا أول ما ينزل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.